انتوا طب ما انتوا جاهزين لا ال10 ايام دي طبعا بعد كده عملنا مجهود كبير طبعا. فابتدينا الدوري. والله الدوري مش وحش الحمد لله. يعني اول ماتش كان مع انبي اتغلبنا 2-1 في الدقيقه الرابعه من الوقت الضايع، كان 1-1 والناس كلها شافت الماتش، وتعادلنا مع الجونه في الجونه 1-1 واتغلبنا من المحله وكسبنا وادي دجله. يعني خدنا 4 بونت من 4 ماتشات. فأسدت اللي هو برضه معذور لأنه مش واخد عالم من المقصة النتائج بتاعته الظهر كده. ايوه تمام. فهو يعني راجل أنا بعتبره والدي، فقعد معايا قال لي محمد أنا خايف على الفرقة وخايف عليك ومش عايز الدنيا تتدهور، فاختار كابتن حسام حسن. وللأسف كابتن حسام حسن عمل اللي عليه، بس الأحوال اتدهورت. الفرقة ما ساعدوش. لا اتدهورت أوي بزيادة، الى ان الحمد لله في الاخر اول ما فيش هبوط والدوري اتلغى وكده ورجع طريق صحيح تاني الحمد لله. تمام. يعني انا مش هقول ايه الفرق بين يعني يمكن حد كان بيسال وانا كان في دماغي نفس السؤال الحقيقه. محمد عبد الجليل تألق في الاهلي فتره طويله والفرستين وفي الناشئين احنا لعبنا مع بعض ضدك انا قلت لك، وكنت لعيب جامد قوي طبعا، انا يعني حريف قوي. ولعبت بعد كده في نادي الزمالك. يعني اللعيب اللي بيجمع بين اللاعب الاهلي والزمالك قليلين بالظبط. شوف زكريا ناصف وجمال عبد الحميد وايمن منصور، يعني في برضه عدد مش كبير يعني. ففعلا انت محمد عبد الجليل لعيب محترف بالظبط. لكن انت قلبك مع مين؟ يعني انت معنا في اتصال هاتف. الناس كتير انت بتجري عبد الجليل كتير. الله يخليك. اتصال. الو اتفضل. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ياسر ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معاك خالد ابراهيم. برحب بيك وبرحب بضيفك كابتن محمد. ربنا يخليك يا سامسون. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كابتن محمد باعتبار حضرتك كنت لعيب قديم في النادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني كنت عايز اسال حضرتك عن رايك في اللي بيحصل. يعني النادي الاهلي مثلا اليومين دول بيدور على ملعب عشان يستقبل مباريات بسبب اللي حصل من جمهور الالتراس. ويعني معلش فكره ان الاهلي يلعب قبل الفطار في ملعبه هنا في مصر. يعني كنت عايز يعني نصيحه حضرتك للجمهور المصري علشان يعني ما نتحملش بعد كده يعني اخطاء بعض الجماهير. يعني كنت عايز نصيحه حضرتك بالنسبه للجمهور، وبرضه كلام حضرتك يعني ان في دور الجمهور بعد كده في المطوشه عشان ما يجيش على دماغ اللعيبه الصراحه يعني. يا سامي انت سامي نقطة اتكلمت فيها فعلا صح، وفعلا يعني انا بعتبر الاهلي ده بطل ان هو لعب السنة اللي فاتت في وسط مفيش جمهور ومفيش ملاعب ومفيش فرق، والحمد لله خد كاس افريقيا ولعب في كاس العالم. السنة دي الوضع مختلف. هو والزمالك بيدوروا على ملاعب اللي يلعبوا فيها ومش لاقيين حته، والالتراس مصمم ان هو يروح الماتشات. لا معرفش هم ضد الاهلي ولا مع الاهلي. يعني للاسف انت عارف حضرتك باعتبار ان هم اغلبهم في مرحله عمريه يعني صغيره، فيعني بيبقى دماغهم يعني شويه ناشفه شويه. ما همش فكر قوي يعني انا ابني ياسر عضو في الالتراس على الاهلي على اسم فهو عضو، انا ما بعرفش اتكلم معاه، وفي ساعات بيبقى في كلام عنده حق، بس يعني طبعا احنا مش مختلفين كده في حبهم لناديهم طبعا. احنا مختلفين في حبهم لناديهم، بس يعني احنا بنتكلم في النتائج اللي بتترتب على الحب اللي ساعات بيبقى زياده شويه. بالظبط. هم عشان صغيرين مش فاهمين مصلحه النادي الاهلي قوي، فلازم حد يقعد معاهم ويفهمهم ان ده كده خطر، ممكن يستبعدوا الاهلي من بطوله افريقيا 3-5 سنين، ممكن سهل قوي. والاتحاد الافريقي بيتربص بينا، الاتحاد الافريقي عايز يبعد الاهلي والزمالك عن البطولات عشان تعرف اللي احنا اللي مكتسحينها الحمد لله. فيا ريت حد يقعد معاهم. وانا بقول ان الاهلي والزمالك اللي بيعملوه السنه دي كتر خيرهم، يعني ان هم يشاركوا في البطوله. وانا شايف الماتش الاخراني ده في وسط الظروف دي كتر خيرهم الاثنين يعني بصراحه. طب وتوقعات حضرتك ايه بقى بالنسبه للبطوله السنه دي الاهلي والزمالك؟ يعني انا شايف بصراحه صعب قوي ان
ان هم يعملوا حاجه السنه دي في بصراحه في الظروف لان مش كل مره هتتكرر بالظبط الصدفه المجهود الجامد اللي عملوه. بالظبط كده يختار ان احنا يعني ثاني ماتش اول يلعبوا في رمضان قبل الفطار يعني. لا مش لو الامور ما تعدلتش ولا الاهلي ولا الزمالك هيوصلوا الدور الثاني. طيب يا سامي انت اهلاوي ولا زملكاوي بقى بالمناسبه؟ اهلاوي يا كابتن. اهلاوي؟ ايوه طبعا. تتوقع ايه النهائي افريقيا؟ يعني ممكن يكون الاهلي والزمالك في النهائي ان شاء الله؟ واحد منهم ان شاء الله كده. واحد منهم؟ انا خصمك مين الاهلي ولا الزمالك؟ اي واحد منهم مش زي بعض. اي واحد. ربنا يفتح عليك متشكرين جدا على اتصالك وده تبقى معانا ان شاء الله كل يوم جمعه تعمل لنا اتصال كده ان شاء الله. ده امر الله. شكرا يا سامي نورتنا متشكرين. شكرا يا سامي. عارف يا كابتن محمد انا كنت في نادي الرياضه بطلع ضيف كتير قوي في نادي الرياضه وقلت نفس الكلام ده حضرتك. قلت الالتراس في سن النار من 15 او 14 ل 19 سنه لازم حد يقعد معاه لازم يشتغل على دماغه شويه يقنعني ان الشغف ده ضد مصر وضد سمعة البلد ضد قبل ما يكون ضد الاهلي والزمالك لان من اهميه المكان عند فده سن النار. قلت له ابنك ياسر مش قادر يعني لما يقول لنا هو في الالتراس الاهلي يوم ماتش الجونه كان عايز يروحه قلت له مش هتروح ومش هينفع تروح وقست عليه جامد ساعتها وهو كان عايز يروح فقلت له ما هيخش. طب لما لقيت الجمهور بقى اول الموقف عمل ايه بقى؟ احنا طلعنا كسب 300 جنيه اديته ونية للمخرج عندي لا والله خد 200 عشان يشتري كمان جزمه عشان لقيت فقلت له زي بعض طبعا حرام قال دلوقتي حرام خد الفلوس بس انا فوجئت ان هم كانوا قالوا مفيش جمهور يخش بس عجبني ان الجمهور دخل وخرج التزم دي عجبتني بصراحه. تمام دي عجبتني.